عاملين ايه؟ بصراحة يعني في هاشتاج كده بصراحة ضحكني، بس اللي هو يعني كوميديا سوداء زي ما بيقولوا. ولكن الهاشتاج بتاع انقذوا الزمالك، بعيدا عن الهاشتاج وبعيدا عن التهريج ووصلة الهزار اللي بصراحة يعني مش قادر ألوم فيها أي حد. ولكن يعني الأستاذ جمال المندوه، ولا معرفش أصلا إذا كنت نطقت اسمه صح ولا لأ. الراجل بيقول لك إحنا استلمنا نادي الزمالك وهو مريض، ودلوقتي المريض بيموت. يعني دلوقتي انت بتطلب من الجمهور يديك مصاريف الخارجه ولا ايه؟ انا مش فاهم. دي نمره واحد. نمره اتنين، الراجل ده برضو اللي قدامك ده يا سيدي الفاضل الكابتن حسين لبيب، اللي ليه كل الاحترام والتقدير، بس الراجل ده غرق نفسه بتصريح قبل كده: انا لو المركب فيها خرم هقدر امشي بيها واعوم بيها. مفيش كده في الدنيا يعني. بصراحه مجلس اداره اقل ما يقال ان هو يعني شويه كفتاجيه جبتهم ومسكتهم نادي. خلينا متفقين، شئت ام ابيت، الكرة في مصر اهلي وزمالك، ومش هيبقى ليها متعة من غير الزمالك، ومش هيبقى ليها متعة الا والزمالك واقف على رجليه. فلمن يهم الامر يعني اللي يقدر يساعد نادي الزمالك باي حاجة يساعده بصراحة، حتى لو بالدعاء. سلام.